وبعض المصلين يصلي وترد صلاته كالثوب الخلق في وجهه، تضرب بوجهه وتقول هي ضيعك الله كما ضيعتني. ويصلي الرجل بجوار الرجل وصلاة هذا تصل إلى السماء وتفتح لها الأبواب، وهذا الذي بجواره كلهم صلين جماعة، وهذا لم يكتب له من صلاته إلا عشرها. ما الفرق بين الصلاتين؟ كلهم ركعوا وكلهم سجدوا وكلهم سلموا. إنه تعظيم الله في قلب هذا وعدم تعظيمه أو نقص التعظيم في قلب ذاك. فإذا دخلت المسجد فبرجلك اليمين واستعذ بالله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. يا الله من فضلك انفتح الله لك باب الرحمة. واعلم إذا أتيت المسجد، إذا الصلاة، حاول أن تصلي في الصف الأول على يمين الصف، فيمين الصف الأول أفضل من يساره، ويسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. حاول أن تبكر وأن تصلي على اليمين، لأنه ورد حديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، يمين الصف يصلى عليه. ثم بعد ذلك إذا وقفت ورفعت يديك، اعلم أنك تقف هكذا، بتصلي السنة، ترفع يديك وأنت تستشعر ما معنى رفع اليدين هكذا. من السنة أن تبسط اليدين الكفين وأن تستقبل بهما القبلة، وأن ترفعهما إلى فروع الأذنين أو إلى حذو المنكبين هكذا. ما هي هذه الصفة؟ ما هي هذه؟ هي صفة الاستسلام. أنت لو جاء واحد بحربة في ظهرك يريد أن يطعنك وقال استسلم، ترفع يديك ولا ما ترفعها؟ هذا رفع اليدين للاستسلام، هذا فعلنا أمام الرحمن. نحن نستسلم بين يديه ونعلن ضعفنا، ونعلن أننا ضعفاء بسطاء عبيد أذلاء بين يدي الملك جل وعلا. ثم تقول موافقا، ما تقول كذا ثم تقول الله أكبر، يتوافق لفظك مع فعلك الله أكبر، وتضع يدك على صدرك اليمنى قد قبضت بها اليسرى أو بسطتها أو وضعتها على الكف. كل الصور هذه جائزة. وترخي عينك في مكان السجود. لماذا؟ لأن قولك الله أكبر وتحريك يديك هكذا يكشف الحجاب بينك وبين الله. الله جل وعلا تلقاء وجهك، الله تلقاء وجهك. أين الحياء من الله؟ اللي ينظر في الجوال، واللي يعدل الساعة، واللي ينزل أكمامه، واللي ينظف أنفه، واللي يصلح شماغه، واللي يخرج من صوته الجشاء، واللي يتثاءب، واللي يحك راسه. وين أنت أمام الله؟ إذا قال العبد الله أكبر انكشف الحجاب بينه وبين الله. فإذا كان يستشعر ذلك خاطبه الله. كيف يخاطب الله عبده؟ قبل أن تخاطبه تطرق الباب عليه. كيف يطرق العبد على ربه الباب؟ دعاء الاستطراق: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وأدعوك أن تغير المفتاح. هذا مفتاح دعاء الاستفتاح، غيره مرة سبحانك اللهم وبحمدك، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وللمعلوم يا أحبابي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديثه أقوى من حديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. والأولى أننا نقول هذا الدعاء اللهم باعد بيني أكثر من دعائنا سبحانك اللهم وبحمدك. فإذا فتحت طرقت الباب انفتح، كأنك تقول يا رب افتح لي، هو تلقاء وجهك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تطرد خنزب شغال ومعك ويصرفك ويذكرك بكل ما تنسى. فإذا استعذت ثم سميت ثم قلت الحمد لله رب العالمين، إذا قلت الحمد لله رب العالمين، تدري من اللي يرد عليك؟ رب العالمين، فيقول حمدني عبدي. الله أكبر، سبحان العظيم. يرد عليك ربي، نعم. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. حتى يقول هذا عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها، يقول الله
هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الوقت انتهى وأسباب الخشوع ما انتهت، لكن معاشر الأحباب أهتف في آذانكم هتاف أسألكم، لو أن ملك الموت دخل مع الباب هذا ثم قال لنا صلاة العصر هذه في يوم الأحد هذا آخر صلاة لكم في الحياة، كيف ستكون صلاتكم بعد قليل؟ ورب العالمين أمر ألا نصلي المغرب لأنه سيختم آجالنا. ألا تكون خاشعة؟ ألا يكون العبد فيها باكيا؟ أسألكم بالله جميع، من اللي قال لك أنك بتصلي بعد العصر هذه صلاة أخرى؟ العلاج صلي صلاة المودعين دائما، وكن على استعداد للقاء الله. وإليك أيها الحبيب بعضا من الوصايا حتى تكون صلاتك خاشعة، حتى تكون صلاتك صلاة المنيبين المخبتين الخاشعين التائبين الذين تعلقت قلوبهم في بيوت رب العالمين. عليك أيها المؤمن أولا إذا أردت الخشوع في الصلاة وأن تكون صلاتك مطمئنة، أولا عليك بانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظر الصلاة، لا أن يكون بعضنا إذا قال المؤذن الله أكبر نظر في ساعته وهو مشمئز كأنه يدعى إلى شيء لا يحبه، فيأتي إلى الصلاة كسلان، ويشابه المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. علق قلبك ببيت الله وانتظر الصلاة بعد الصلاة. كثير من كبار السن الذين ألفوا الطاعة ليس عندهم ساعات منبهة ولا يحتاج أحد ينبههم للصلاة، إنما هم قبيل الأذان تجدهم قد استعدوا وتوضأوا ولبسوا أجمل الثياب ومسوا الطيب وذهبوا إلى بيوت الله. إذن انتظار الصلاة أي بقلبك. الثاني من وسائل الخشوع أن تتوضأ قدر إمكانك لكل صلاة. لا تصلي صلاتين بوضوء واحد، مع أن ذلك جائز، لكن الوضوء طهارة، الوضوء كفارة، الوضوء منق للذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا غسل يديه خرجت ذنوبه مع الماء أو مع قطر الماء أو آخر قطر الماء. بل وثبت في الحديث أن الذنوب تخرج من تحت أظفار المتوضئ. ما أجمل أن تتوضأ لكل صلاة، حتى ذكر بعض أهل العلم أنه عليه الصلاة والسلام ما نقل أنه توضأ أو أنه صلى صلاتين بوضوء واحد إلا ما ندر. توضأ، والوضوء ماء قليل لكنه يذهب الأدران اللي رأتها العين واللي بطشها اليد والتي سعى إليها القدم واللي استمعت إليها الأذن. والله إن الوضوء لنعمة. فمن أسباب الخشوع أن تتوضأ. والثالث أن تتوضأ قبل الأذان. هذا أولئك الذين يستعدون للقاء الله. قبل الأذان تكون على استعداد، لا أن تتوضأ بعد الأذان ويأخذ الوضوء منك نصف ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، فتأتي ثقيل القدم متقاطر الماء ثم تصلي في أواخر الصفوف. ليكن وضوءك قبل الأذان دائما استعدادا للقاء الملك سبحانه وتعالى. توضأ لكل صلاة. الثالث الاحتساب. وقبل ذلك أن تسمي عند الأذان، أن تسمي عند الوضوء، أن تسمي عند الوضوء، لأن الوضوء عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية. وبعضنا يتوضأ عادة ويطرطش بالماء طرطشة ويخرج وهو لم يستشعر أنه يتوضأ لأنه ذاهب للقاء ربه. الثالث أو الرابع من وسائل الخشوع أن تختار أحسن ثوبك، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الخطأ الشائع أن بعض المصلين ثوبه الجميل يلبسه إذا دعي إلى فرح أو إلى زواج أو ذهب إلى مناسبة أو ذهب للقاء في عمل أو راح للوظيفة، لبس الثوب الجميل وكوى الشماغ الجميلة وذهب إلى هناك متعطرا، وإذا أراد أن يقف بين يدي الله
إذا أراد أن يقف بين يدي الله لبس ثوب النوم.